يابا نزلنا القطعة بربع على عناد اللي يقبل والما يقبل، غراضه واقدر اخسر بيها. تمام، هذا مثل ما تشوفون سعره ربع دينار. تمام، بثلاث درجات. اوكي، بس قسما بالقرآن الكمية العدة محدودة بدون مخازن. اللي يريد مكاننا وين؟ بغداد، مدينة الصدر، القيارة، قطاع 21. خلنا اقول لكم شغلة ثانية لان مسوي مبادرة. خليكم ويا هذا الفيديو، وهذا الفيديو راح تصير عليه مسابقة، وان شاء الله بالليل راح افوز 5 اشخاص راح ياخذون 5 جوائز مجانية. خليكم وياي. السلام عليكم، حياكم الله. طبعا مسوي مبادرة، اي شخص عنده 100,000 اقدر اخليه يفتح له مشروع. اسالني شلون؟ انا اقول لك، مو عنده حاجة قطعة ربع. تمام، فالعالم قالوا له هاي القطعة ربع نريد من يمها. انا ايش سويت هسه؟ جبت منها كميه. القطعه ربع ب 100,000 راح اعطيك 500 قطعه. اوكي، هاي ال 500 قطعه راح تاخذها انت اذا تبيع القطعه على 500 دينار فربحك راح يتضاعف. اوكي، يعني انت راح تاخذ 400 قطعه ب 100,000، فانا معطيك 100 هديه من يمي. ايش قد صارن؟ 500. يعني اي واحد عنده 25,000 راح اعطيه 125 قطعه. تمام، فاي شخص يريد يفتح مشروع خليه يتواصل وياي او خليه يجينا هنا واحنا بخدمته. يعني الشخص اللي عنده 250,000 راح اعطيه 1250 قطعه. اوكي، يعني الحاجه من ربع اذا باعها ب1000 فال1000 قطعه هاي كلها ربح، وال250 قطعه اللي اعطيتها له هديه هي هاي فلوسه. فاتمنى ان شاء الله وصلتكم الفكره. مثل ما قلنا، اي شخص يريد يفتح مشروع فهاي الحاجه ربع كلش راح تفيده. يقدر يسوي له بيها بسطيه. تمام، يقدر بالبيت، يقدر الحاجه ياخذ لها صوره ويعرضها، وهي عليك اقل الربع راح تصير. ليش؟ يعني كل شخص ياخذ ب 25 راح اعطيه 25 قطعه هديه ويا ال 100 قطعه، يعني تصير 125 قطعه ب 25، وكل ما يزيد المبلغ الغراض راح تكون اكثر. حياكم الله.